السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناة طبخم هبة وفيديو جديد. كنتمنى يلقاكم وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفة ديال بسبوسة المندرين ببيضة واحدة فقط وبمكونات اللي هي جد بسيطة واقتصادية بدون حليب او ياغورت. كتجي بسبوسة اللي رائعة ولذيذة بزاف وكتجي خفيفة من الداخل وهشيشة تدوب في الفم، والتحضير ديالها ولا اسهل. فكنخلطوا كل شيء دقة واحدة وهي البسبوسه ديالنا واجده للكوتي او شرب الشاي. فكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وفرجه ممتعه. فغادي نبداو على بركه الله. فبالنسبه للمكونات غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الكوك او جوز الهند المبشور ما يعادل واحد 16 غرام. عندي بيضه، عندي واحد 2 حبات ديال المندرين، غادي نحتاج كاس الا ربع ديال السكر ما يعادل 110 غرام، وعندي كاس غير مملوء ديال الماء ما يعادل 130 غرام. غادي نحتاج كاس ديال الزيت ما يعادل 150 غرام. عندي واحد 2 اكياس من الخميره ديال الحلوى، وغادي نحتاج واحد الرشه ديال الملحه و320 غرام ديال السميده المتوسطه او حسب الخليط. ودابا غادي ندوزو لطريقه التحضير. هنا جبت واحد الاناء فاش غادي نخلط. اول حاجه خويت داك الكاس ديال الزيت، زدت داك السكر وضفت قشور ديال حامضه كبيره، زدت ديك البيضه وغادي ندير هنا دوك 2 حبات ديال المندرين. كنحاول هكا نحلهم للسنانف وحاولوا تحيدوا داك الخيط اللي كيكون هكا في الوسط ديال المندرين. من بعد غادي نزيد داك الكوك واحد رشه ديال الملح وصافي. هنا غادي نجيب الباطوغ او الخلاط الكهربائي وغادي نطحن هاد المكونات مزيان مع بعضهم حتى يندمجوا. فانا هنا استعملت هاد الخلاط، تقدروا ديروا يعني الكاس ديال الخلاط الكهربائي راه نفس النتيجه. فغادي نخلطو مزيان حتى نشوفوا ان داك البرتقال يعني تطحن وما بقاش باين. هنا جبت هكا واحد السباتوله، حاولت انني ننزل كاع داك الشيء اللي طار هكا مع الجناب باش نطحن كاع المكونات مزيان. من بعد ما خلطت جيدا يعني حتى شفت داك البرتقال تطحن، يعني ما بقاتش هكا القطع ديال البرتقال باينين. زدت داك الماء وغادي نعاود نطحن مزيان، يعني داك الماء مع باقي المكونات يعني حتى يندمجوا. صافي هنا من بعد ما طحنتهم مزيان كما شفتوا. هنا غادي نبدا نضيف السميد والخميره. كندير هكا الاول واحد الكميه ديال السميد، من بعد كنزيد دوك 2 اكياس ديال الخميره اي ما يعادل 16 غرام، يعني كل كيس كيحتوي على 8 غرام. وصافي غادي نبدا نخلط. في هذه المرحله غادي نستعمل غير الطراب ديال اليد وانا كنخلط. فبالنسبه للسميد كما قلت لكم استعملت السميد المتوسط اللي كنديروا به الحرشه والبغرير، درت 320 غرام. وبالنسبه للعبار بالكاس وبالغرام فكما العاده يعني دائما غادي تلقاوهم مكتوبين في صندوق الوصف. كيكون هذا هو القوام ديال الخليط، يعني ما كيجي هكا ثقيل بزاف وما كيكون خفيف، كيكون القوام ديال الوسط بحال هكا. وصافي من بعد غادي نجيب المول او اللاطه اللي غادي ندير فيها. فانا كنت دهنت يعني المول ديالي من قبل بالزبده ولبستو هكا بالسميد مع الجوانب، وفي القاع فرشت له الورق ديال الزبده حيت عندي هذا المول كيلصق شويه من التحت. فدائما يعني باش نتجنب داك الالتصاق كندير هكا الورق ديال الزبده في القاع. صافي كنخوي فيه هكا الخليط ديالي وكنقادو باش يجي هكا السطح مساوي. ومن بعد غادي ندخلو الفران يعني حتى كندخل البسبوسه عاد كنشعل عليه، كنديرها من الفوق النار تكون شاعله غير من التحت على نار اللي تكون هكا شويه مجهده حتى نشوفوا البسبوسه ديالنا نشفت تماما مع الوجه وتحمرت مع الجوانب. وكناخذوا واحد الكوردون او موس كندخلوه في الوسط الا طلع ناشف، يعني صافي البسبوسه راها طابت من الداخل. عادي يمكن لكم يعني تشعلوا ليها النار من الفوق او تهبطوها لتحت باش تحمر الوجه ديالها. وبين ما البسبوسه ديالنا كطيب حنا غادي ندوزو باش نحضروا الشربات او السيرو. فمن الاحسن يعني توجدوه قبل ما تبداو التحضير ديال البسبوسه باش يبرد مزيان على خاطرو. فدرت كاس ديال السكر مع كاسونس ديال الماء ودوائر ديال البرتقال وصافي. وضعت الكاسرونه ديالي من فوق النار خليت داك السيرو يعني هكا حتى بدا يغلى. حسبت ليه 15 دقيقه وطفيت عليه يعني كيكون واجد، وكنخليه جانبا يبرد. وهنا البسبوسه ديالنا من بعد ما طابت وتحمرات بحال هكا يعني مباشره بعد ما كنخرجها من الفران كنسقيها بداك السيرو اللي بطبيعه الحال يعني كما قلت لكم يكون بارد مزيان، حيت الا كانت البسبوسه سخونه والسيرو سخون فغادي تعجل لكم البسبوسه. ضروري يعني ما يكون السيرو بارد. سقيتها وخليتها المهم هكا واحد 10 دقائق، المهم حتى رجعت شويه دافيه، يعني ما خليتهاش حتى بردت ولكن غير رجعت دافيه وتشربت داك السيرو. وغادي نحيدها من داك المول. كنحاول في الاول نوسع داك المول هكا شويه مع الجناب باش تحيد معايا بكل سهوله. ومن بعد صافي كنقلبها في طبق التقديم.
إلا لاحظتوا فكنعاد لوفار يخرج بها، حيت من التحت كانت عاد باقا شاده سخونه. فانا عاودت قلبتها يعني على وجهها من الجهه الاخرى، وغادي نزينها. فخديت المربى ديال المشماش، دهنت هكا الوجه ديالها من الفوق غير واحد الدهنه خفيفه، ومن بعد غادي نزينها بشويه ديال الكوك او جوز الهند المبشور. فكندير غير واحد الرشه خفيفه، يعني ما كنكترش بزاف، والتزيين راه كيبقى اختياري، يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو. فانا الكوك هو المساند الرسمي ديالي يعني في تزيين البسبوسات، حيت صراحه المذاق ديالو كيجيني يعني هكا كيواتي البسبوسه احسن من الكاوكاو او اللوز، وكل واحد يعني والذوق ديالو. وصافي من بعد ما زينتها فانا دخلتها للثلاجه وخليتها تبرد هكا واحد شويه وتشد راسها. فشحال ما بردات يعني البسبوسه وشدت راسها راه كتجي زوينه في المذاق، وحتى في التقطاع يعني كتقطع بكل سهوله وما كتفتتش. فصراحه انا زربت عليها واحد شويه، خليتها تقريبا هكا غير واحد نص ساعه لحساب التصوير، حيت كانت الشمس يعني هكا كتجي وكتمشي. فقلت يعني نصور يعني قبل ما يظلم الحال، حيت كان الجو مغيم. ولكن نتوما غير خليوها تبرد على خاطرها باش تجيكم زوينه. فكما شفتوا من الداخل راها كتجي هائله. قطعت لكم واحد القطعه باش تشوفوا القوام كي كيجي من الداخل. فصراحه كتجي خفيفه خفيفه بزاف، وكتجي هشيشه يعني تدوب في الفم بهذا المعنى، وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. فكنتمنى تجربوها، حيت فعلا راها كتستحق التجربه. وكما شفتوا التحضير ديالها ولا اسهل، وكذلك المكونات ديالها راهم جد بساط، غير بيضه وحده وبلا حليبه وياغورت، يعني غير بالماء غادي توجدوا بسبوسه اللي كتجي هائله صراحه. فكنتمنى تجربوها، وكونوا متاكدين يعني الا جربتوها غادي تنال الاعجاب ديالكم، وغادي تولي معتمده عندكم، حيت كتجي لذيذه لذيذه بزاف. وحتى القوام ديالها راه كيجي خفيف وكتجي هشيشه. فكنتمنى يعني تنال الاعجاب ديالكم. وكما العادة إلا جربتوا الوصفة وعجباتكم فما تنساوش تشتركوا معايا في القناة، وكذلك تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم الجديد ديالي. وما تنساوش تخليوا لي واحد لايك. الله يجازيكم بخير، ونخليكم دابا في رعاية الله حتى الوصفة القادمة بحول الله.